هاد الليلة غادي تسمع قصة ماشي بحال أي قصة رعب سمعتيها قبل. قصة وقعت في عاشوراء وسط الزناقي القديمة ديال مراكش، في ليلة كان فيها الضحك عامر المدينة، ولكن شي حاجة أخرى كانت كتسنى في الظلام. واحد طارق على الباب، 3 دقات فقط، ولكن اللي جاوب عمر حياته ما بقات كيف كانت. شد بلاستيك، طفي الضوء وعيش معايا تفاصيل هاد القصة المرعبة اللي كيقولوا عليها شبه حقيقية. وخا تكون شجاع، حاول ما تسمعهاش بوحدك في الليل. كانوا الناس في مراكش كيوجدوا العاشوراء، الضرب عامر بالدقيقية، ريحة الشوا والفتايل شاعلة في كل زنقة. حمزة شاب عنده 22 عام، خدام في محل ديال الهواتف، وكان معروف بين صحابه بأنه ما كيخاف من والو. في ليلة عاشوراء تقريبا مع 11:30 خرج مع 2 صحابه يتمشاو في السويقة بعد ما سالوا التعارج والضحك. واحد الراجل كبير شد حمزة من يده وهو دايز وقال ليه بصوت خايف: إلا سمعتي شي مرة كتعيط عليك باسمك في الليل ما تجاوبش. صحابه ضحكوا، ولكن الراجل بقى كيشوف فيهم بنظرة غريبة ومشى بسرعة وسط الزحام. دازوا شوية ديال الوقت وقرر حمزة يروح لدارهم حيت الخدمة عنده بكري. كان خاصو يدوز من زنقة ضيقة حد جنان قديم معروف عند الناس غير بجنان عافية، بلا ما يعرف علاش الناس ديما كيتفاداو يدوزوا منه في الليل. وهو غادي سمع صوت تعريجة بعيد، طب طب طب. في الأول ظن شي دراري باقين كيلعبوا، ولكن الصوت كان منتظم بزاف، بلا ضحك وبلا هضرة. وقف شوية، لقى الزنقة خاوية تماما. زاد خطوة، حمزة تجمد بلاصتو. الصوت كان ديال بنت صغيرة. دور بسرعة، ملقى حتى حد. قلبه بدا كيدق بقوة، ولكن بقى كيقنع في راسو باللي غير شي حد كيتسارى معاه. خرج تليفونه باش يضوي، وفجأة شاف في آخر الزنقة بنت صغيرة لابسة جلابة حمراء، شعرها محلول وشادة طريجة قديمة. كانت واقفة وساكتة. حمزة قال ليها: واش طايعة؟ البنت ما جاوباتش، غير بدات كتضرب في الطريجة ببطء، طب طب طب. ومن بعد رفعت راسها بشوية. حمزة حس الدم برد في حرقه، عينيها ما كانوش باينين، غير سواد كامل. رجع الورا بسرعة، ولكن لقى الزنقة اللي جا منها مسدودة بباب حديدي قديم، وهو متأكد 100% ما كانش تما. بدا كيتنفس بصعوبة، والبنت قربات خطوة. جاوبتيني، دابا خاصك تجي معايا. الصوت ديالها ما كانش صوت طفلة، كان غليظ وكأنه جاي من بزاف الناس في مرة واحدة. حمزة بدا كيضرب في الباب الحديدي ويغوت، ولكن تا واحد ما كان كيسمعه رغم أن عاشوراء برا عامرة بالناس. فجأة الطريجة سكتت، وسمع صوت ورا ودنيه مباشرة: علاش جاوبتيني؟ دور بخوف، ملقى حتى حد، ولكن ملي رجع يشوف القدام البنت كانت واقفة قدامه مباشرة، قريبة لدرجة حس بريحة التراب والرطوبة خارجة منها. وفجأة ضحكات، ضحكة طويلة وباردة، ومن بعد طفات ضوء الشاشة ديال التليفون. الناس لقاو حمزة مع الفجر حد الجنان، مغمى عليه ووجهه شاحب بحال الميت. من داك النهار هو ما عمر شي حد سمعو كيهضر على عاشوراء، وكل ما سمع صوت الطريجة في الليل كيبدا كيرعش ويبكي بلا سبب. والغريب بعض سكان الحومة كيقولوا باللي كل عاشوراء في داك الجنان كيبان صوت طريجة بوحدها وبنت مابسة حمراء كتقلب على شي واحد يجاوبها. وإلا كنتي من عشاق قصص الرعب والغموس المغربية ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي في التعليقات واش كنتوا غادي تفتحوا الباب ولا تهربوا.